لو انت شغال في مجال السلامة والصحة المهنية بس لسه محتاج تطور من خبراتك وتاخد شهادة دولية تضمن لك شغل في مؤسسة كبيرة زي اوراسكوم، او تفتح لك فرص شغل بره مصر في دول الخليج، في ليبيا، او حتى لو لسه خريج جديد من علوم او هندسة او اي كلية تانية وحابب تتخصص في المجال ده وتبدأها صح، بتتعلم عملي مش مجرد كلام نظري ومصطلحات بتحفظها والسلام. فالدبلومة السلامة والصحة المهنية وفق معايير الأوشا الأمريكية هي فرصتك الوحيدة اللي مش هتتعوض علشان تبدأ صح وتحقق كل اللي تحلم بيه في مجالك. 40 ساعة تدريب بس هتتعلم فيهم كل اللي انت محتاجه عن تقييم المخاطر، التعامل مع الطوارئ، حماية العمال بالشكل اللي الشركات الكبيرة بتدور عليه. كمان هتاخد شهادة دولية معتمدة من الناس، والأحلى من كده ان لو ما حسيتش انك ما استفدتش، فلوسك كلها بترجع لك بالكامل بعد اول سيشن. انا دكتور محمد محمود، دكتور باحث وعضو هيئة تدريس في احد المراكز البحثية في مصر، مدرب معتمد في الرابطة الوطنية لمحترفي السلامة والصحة المهنية نسب بامريكا، خبرة اكتر من 15 سنة في مجال السلامة والصحة المهنية، دربت اكتر من مئات الطلبة في دورات مختلفة من مبتدئ لمتقدم في المجال في مصر ولبنان والدول العربية والخليج. النهاردة أنا جاي أتكلم معاك عن مجال السلامة والصحة المهنية وإزاي تاخد شهادة دولية معتمدة من أمريكا واللي تقدر تشتغل بيها في أكبر شركات زي أوراسكوم وأدنوك وغيرها بإذن الله، أو تحقق حلمك وتسافر بره مصر وفي إيدك شهادة وخبرة عملي اللي بتضمن لك النجاح بره. بس قبل ما نكمل في الموضوع ده لازم تعرف انك لو جاي بس علشان تاخد شهادة ومش مهتم باللي بتتعلم بيه ومكتفي باللي درسته بس في الكتب او في الدبلومات المحلية، فللأسف الفيديو ده مش ليك. وليه بقول لك كده؟ لان الدبلومة اللي انا عاملها علشان اعلمك مجال السلامة والصحة المهنية بشكل عملي تطبيقي تماما وبالمعايير الدولية، وبعدها اساعدك تاخد شهادة دولية مش العكس. حلو؟ لو قررت تكمل وتسمع باقي التفاصيل شوف رأي طلابنا علشان تكمل وانت واثق 100% من اللي انت بتسمعه. ندخل كده في موضوعنا الرئيسي. ايه هي دبلومة السلامة والصحة المهنية والفرق بينها وبين اي دبلومة درستها في مؤسسة محلية او شهادة محلية اخرى؟ دبلومة السلامة والصحة المهنية وفق معايير الأوشا الأمريكية بتدرس فيها المعايير العالمية وحماية بيئة أي عمل وسلامة موظفيها، نظام إدارة سلامة كامل بيغطي كل السيناريوهات المحتملة اللي ممكن تقابلها في شغلك وكل تفاصيل السلامة اللي ممكن تتخيلها، من أول معايير السلامة في مواقع البناء ولحد طرق تخزين المواد الكيميائية. جميل بقى في الموضوع إيه؟ إن القواعد دي نقدر نطبقها على أي نشاط وفي أي بلد حرفياً، بل إن في شركات كبيرة بتطلب الشهادة دي بالاسم علشان تشغلك كمسؤول او كسيفتي اوفيسر او كمسؤول سلامه وصحه مهنيه. الدبلومه دي ونجاحك في شهادتها بيعتمد على دراستك لقسمين مهمين. اول جزء في الدبلومه هندرس معايير الاوشا لصناعه البناء والتشييد اللي هي الاوشا كونستراكشن. الجزء ده خاص باي حد بيشتغل في مجال الانشاءات، عارف كم المخاطر اللي ممكن تحصل. هنا بقى الدبلومة بتهتم بتعليمك بكل المعايير العالمية لضمان سلامة الموقع، بداية من التفاصيل الصغيرة ولحد التفاصيل الكبيرة زي مثلا انك تتأكد ان الآلة متثبتة صح ولا لا، لحد ما توصل لمرحلة ازاي تجهز خطة اخلاء في حالة الطوارئ. اما القسم الجنرال التاني ده قسم في الصناعات العامة، يعني مصنع يدفع نطبقها على مصانع، مستودعات، مكاتب، اي مكان بتشتغل فيه عمالة محتاجة حماية. طيب هنا بتدرس بالتفصيل ازاي تتعامل مع المشاكل اللي ممكن تحصل في اي مؤسسة، زي تسريب مادة كيميائية، زي مخاطر الكهرباء وحدوث ماس كهربائي، زي حتى لو في تصميم خاطئ لممرات الطوارئ. الدبلومة دي بتخليك تعرف ازاي تقيم كل تفصيلة في بيئة العمل وتضمن انها مطابقة وفق المعايير العالمية، اللي بيخلينا بقى نقول انها مختلفة عن الدبلومات والشهادات المحلية اللي خدتها قبل كده. ايه هو او الفرق بين شهادة المحلية والتدريبات المحلية والشهادة الدولية؟ الفرق ده كبير، ومش مجرد بس فرق في المحتوى، ولكن فرق كمان في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع السلامة والصحة المهنية ككل. يعني لما تيجي تشوف الدورات المحلية هتاخد بس الشهادة معترف بيها جوه حدود بلدك، ولكن لو طموحك أكبر بقى من كده وعايز تشتغل في شركة انترناشونال أو تسافر بره، لا، فالشهادة الدولية أو شهادة النسب هي دي اللي ما تقدرش تستغنى عنها.
ليه؟ لأنها شهادة دولية معترف بيها على مستوى العالم في أكتر من 150 دولة حول العالم. كمان الشهادة دي معمولة ضمن معايير منظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية اللي هي الأوكيوبيشنال سيفتي أند هيلث أدمنستريشن، ودي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان المنظمة دي أو الجهة دي هي المسؤولة عن وضع معايير وتشريعات وقوانين السلامة في داخل كل الولايات الأمريكية. علشان تحصل بقى على شهادة زي كده وتعرف تقدر تحدد المخاطر اللي موجودة في بيئة عملك، وإزاي تتعامل مع هذه المخاطر، وإزاي تحللها وتدير الأزمات في مواقع العمل والكوارث، وتمنع حدوثها أو تعمل روت كوز أناليسيز وتمنع حدوثها مرة تانية بعد كده. وكل ده بشكل بتتعلمه بشكل عملي وتطبيقي. يعني أنا بديك سيناريو مبني على مواقف حصلت فعلا، ودلوقتي أنت بتشتغل عليه تقدر تستنتج ايه المشاكل وايه ازاي نتلاشى حدوث هذه التلافيات او المشاكل في المستقبل. طيب انت قاعد دلوقتي تسأل نفسك انا ليه باخدها مع دكتور محمد محمود مش اي مكان تاني؟ هقول لك ليه. الدبلومه دي انا عملتها بخبره اكتر من 15 سنه في مجال السلامه والصحه المهنيه باعتماد من النسب الامريكيه، علشان انقلك من مستوى مختلف على مدار سنين خبرتي. شفت كتير من اخصائيين السلامه دارسين كويس نظري، فاهمين قوانين، فاهمين تشريعات، لكن وقت الجد في الانترفيو مش عارفين لما بيتحط في موقف حقيقي ازاي يتصرف. مثلا زي تسريب غاز فجأة، او حتى حصل ماس كهربائي ما بيعرفش يتصرف، اخره يبلغ ومستني حد ينقذ الموقف. في اجراءات كده معينة لازم نبقى كمسؤولين سلامة وصحة مهنية احنا عارفينها. فعلشان كده انا كمان مر عليا شباب كتير زيك طموحهم كبير، لسه واقف في مكانه مش عارف يوصل لشركة كبيرة بتشتغل بمعايير عالمية وبالمرتب كبير كمان، وبيفكر يسافر بره بس مش عارف يستعد ازاي للفرصة اللي موجودة. الفرصة اللي موجودة معايا دلوقتي هي الدبلومة اللي على مدار 40 ساعة كاملة، يومين في الأسبوع هتختارهم بنفسك. بنقعد نعمل تاسكات وقايمة على كل محاضرة، وبنجهزك كمان في المحاضرة علشان تعمل الاختبار الاسسمنت أو اختبار التقييم في نهاية الكورس اللي لازم تعديه علشان تاخد السلامة بدرجة ما تقلش عن 80%. الجروب الواحد معايا في الدبلومة ما بيعديش أكتر من 12 طالب. ده ليه؟ علشان التركيز على كل واحد، أسئلته، حتى الأمثلة التطبيقية اللي هنشتغل ليها تكون من واقع شغل كل واحد فيكم. هتتعلم معاه لغة الموقع ومصطلحاته زي النهايز السقالات، غيرها من المواقع أو المصطلحات اللي احنا بندرسها. لا، ده لاني كمان شغال في المجال بايدي، مش مجرد حد بيدي كورسات في المجال. هيبقى فيه كمان بنك اسئله عن الانترفيو والمقابلات الشخصيه، هدربك بشكل عملي على اي سؤال ممكن يجي لك في الانترفيو، بالاضافه الى جروب كوميونتي كامل في ناس كتيره زيك بتنشر فيه كل الفرص الوظيفيه في مجالك، واللي مش هتلاقيه بقى في اي مكان تاني. نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائيه الخطره او ما يعرف باسم الهازارد كوميونيكيشن. ليه؟ لأن أنا دكتور في الكيمياء، فأنا هقدر أعلمك كويس إزاي تدير مخاطر التعامل مع المواد الكيميائية. والأجمل من ده كله إن بعد حضورك الدبلومة دي هتقدر تاخد باقي الكورسات بتاعتي بشكل مجاني تماما. يعني ببساطة هتتدرب إزاي تكون راجل شغال في مجال السلامة والصحة المهنية، معاك دبلومة مهنية في المجال، تقدر تدور على الشغل في أي شركة في أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها. شخص يكون نقدر نعتمد عليه في مواقع العمل، شخص يقدر يتصرف في الحالات الطارئة تصرف سليم. ده غير الاعتماد اللي بيعتبر ان تاخد شهادة من النسب معايير الأوشا الأمريكية دي جواز سفرك للشغل بره مصر في أي شركة كبيرة بتشتغل بمعايير دولية. سجل بياناتك دلوقتي علشان تحجز معايا في الراوند الجاية، وخليك أخصائي السلامة والصحة المهنية اللي الشركات بتدور عليه من خلال الرابط ده.